البيت. بيض بالسمنة بلدي، بطاطس مهروسة بالسمنة بلدي، وسلطة بالسمنة بلدي. تعالوا بقى نحكي شوية عن السمنة البلدي. زمان كانوا عاملينها بابا، خطر على الصحة، بتشد الشرايين، بلاش منها خالص. طول عمرها كانت المتهم الرئيسي في أمراض القلب. طلعت في الآخر يا حرام مظلوم. العلم اتكلم عن السمنة البلدي، مش انها المتهم الاول خالص، لكن برضو مش ان هي امنه تماما. يعني السمنه البلدي بتندرج تحت الدهون المشبعه، عشان كده مهم جدا نخلي بالنا من الكم اللي بناخده منها. السمنه البلدي الجميله دي مش معناها ان احنا هنمنعها خالص، لكن هنستخدمها بعقل. التوصيات الحديثه بتتكلم ان احنا ما ينفعش نزيد الدهون المشبعه في يومنا كله عن 10% من قيمه الدهون اللي بنستخدمها. يعني هنطبخ بيها تمام، لكن مش هنفرط في اكلها. السمنه البلدي اكيد مش وحشه، ده طعمها تحفه، لكن الزياده منها هتسبب اضرار كتير. خدوا منها الطعم الحلو، بس خلي بالكم من الكميه. علشان تعرفوا معلومات اكتر عن النيوتريشن شوفوا الفيديوهات اللي فاتت، واستنوا الفيديوز اللي جايه مع بيور كليب.